مساء الخير جميعا. النهارده هنتكلم عن موضوع شيق جدا. اتمنى يا رب يكون يعجبكم. هنتكلم عن الرياضيات في مصر القديمه. ان شاء الله بعد اذنكم كل واحد يجيب قهوته ويركز معايا في اللي هنقوله النهارده. الحقيقه عام 1859 واحد من المغامرين اثري اسكتلندي اسمه الكسندر هنري ريند وصل للاقصر، واستطاع انه يشتري برديه خارجه من حفاير الرمسيوم. رمسيوم ده معبد في غرب الاقصر. البرديه ديت تعتبر بالنسبه لنا هي المرجعيه الاصليه لما وصل اليه اجدادنا المصريين القدماء في مجال الرياضيات. على الرغم من النسخه المعروضه في المتحف البريطاني واللي منها اجزاء موجوده في متحف بروكلين في الولايات المتحده الامريكيه في نيويورك، الا ان يعني طولها وحجمها وكم معلوماتها يدينا الصوره شبه واضحه عن علوم الرياضيات في مصر القديمه. النسخه دي كتبها كاتب مصري اسمه احمس في عصر هنقول السنه 33 لحكم ابو فيس الاول. معنى كده انها مكتوبه في عصر الانتقال الثاني زمن الهكسوس. ولو ان في تعقيب على ظهر البرديه ان تم الانتهاء منها في السنه تقريبا الرابعه او الخامسه من عصر خامودي اللي هو خلف ابو فيس الاول. البرديه اهميتها بيرجع الى انها تم ترجمتها وتم تقسيمها الى مجموعه من المسائل الرياضيه، واللي النهارده يعني في الثمانينات يعني تم الاعتكاف على دراستها ومقارنة حقائقها الرياضية حتى اليوم. كتير مننا كان بيعتقد ان علوم الرياضيات، وافلاطون قال نقلنا كل ما هو متحضر من مصر. كل الناس كانوا فاهمين ان اقليدس اللي عمل الاصول في علوم الهندسة، او فيثاغورس او غيرهم من العلماء الاغريق، ويعني نقلوا خبرات الشرق المتقدم كله في هيئه ما يعرف باسم ميثود يعني نظريه، واخضعوها للبحث والتجريب. وطبعا كل الناس للاسف الحضارات اللاحقه اعتبروا ان الاغريق او اليونانيين هم مؤسسي العلوم، والحقيقه ان هم نقلوا العلوم كلها عن مصر القديمه. وطبعا يعني اقليدس نفسه اعترف بده، وحتى يعني ورد عنه ان هو كان بيرتدي كتان ابيض وبيكون حليق الشعر، شعر الراس وشعر الجسم، بيتشبه بالكهنه المصريين في كل عاداته وتقاليده. الحقيقه ان برديه رند في برديه زيها من نفس عصر الاسره ال 13 اسمها برديه موسكو. البرديتين مع بعض بيمثلوا لنا مرجعية أساسية لفهم علوم الحساب وعلوم الرياضة في مصر القديمة، وعلوم حساب المثلثات وعلوم الجبر إلى آخر تلك العلوم. تعالوا كده نفهم الموضوع بمنتهى البساطة. ببساطة احنا النهاردة من خلال الجدران الموجودة عندنا اللي بتكسو مقابر المصريين القدماء، اكتشفنا ان انا يعني عشان افهم نص معين لابد ان انا اكون عندي خبرة بمفاهيم الرياضيات عند مصر القديمة. الحقيقة ان المصري القديم عمل يعني عرف الاعداد الصحيحة اللي بتبدأ بوع يعني واحد، سنو يعني اتنين، وبعدين خمت يعني تلاتة، فدو أربعة، والأهم ديو خمسة، سيس ستة، وسفخ سبعة، خمنو تمانية. وخلي بالنا مهم جدا جدا ان انا اخلي بالي ان وعى ديت قريبة من كلمة وان الانجليزي، ممكن تبقى قريبة من كلمة واحد العربية. سنو
آه، قريبة جدا من مثيلتها في العربية والعبرية. وكلمة صنو يعني شقيق، وصنوان في اللغة العربية. خمت يعني ثلاثة، وفيدو يعني أربعة، ديو يعني خمسة، وسيس ودي قريبة أوي أوي من كلمة آه، اللي هو سيس الفرنسوية، وقريبة كلمة يعني جدا من 6 الإنجليزية. في عندنا سفخ، ودي ممكن نخلي بالنا منها قوي، سفخ قريبة من كلمة 7. وبعدين عندنا 8 سيمينو أو خيمينو. وبعدين عندنا بسج يعني 9، بسج يعني 9. وبقول إن بسج يعني 9 ديت كان يعتبر رقم مقدس هو والسفخ عند المصريين القدماء. وده ممكن نتناوله في الحلقات القادمة عن الأعداد. طبعا عندي ميدج يعني 10. والحقيقة إن المصري القديم ما اخترعش رقم الصفر، ولكن كان عارف الفاليو بتاعه ومكانه في الأرقام. و... وعشان كده اخترع لنا النظام عشري. نظام عشري ازاي؟ ان هو من اول العشرة ميدج بدأ يعمل المية شتت، وبعدين عمل الألف خا، وخا دي على شكل زهرة. وبعدين بدأ يعمل لي ال10,000 على شكل إصبع، بنسميه جبع. جبع، ولحد النهارده كلمة جباع صباع عند المصريين القدماء. جبع اللي هو إصبع، اللي هي قريبة من كلمة يعني إصبع أو صباع. جباع اللي هو 10,000. في عندنا بقى كمان حفن، وحفن دوت معناها 100,000. 100,000. وطبعا احنا هنا بنتكلم عن ان هو بيعمل تكرار للعشري، لان هو بيستعيض عن ده يعني بالصفر، ان هو ما وصلش الى مفهوم الصفر. في عندنا حح، ودي بمعنى مليون، بمعنى مليون اللي هو ألف الألف. المصري القديم لما كتب الأعداد وفردية وأعداد صحيحة، هل معنى كده إن المصري القديم معرفش الكسور؟ لا والله، ده هو عرف الكسور العشرية. والكسور العشرية عنده بالنظام الأحادي، بمعنى إن هو عملها بسط ومقام. والبسط والمقام كان يعني بياخد شكل معين عنده، إن هو بيحط لي واحد فوق وتحت الرقم اللي هو عايز يقول إن هو جزئين، 3 أجزاء، 4 أجزاء، 5 أجزاء إلى ما لا نهاية. وطبعا البسط بيحط حرف الار اللي هو الفم، وده بيعني واحد. وتحت منه يحط لي الرقم اللي هو عايزه بالاسفل. يبقى نقدر نعتبر المصريين القدماء هم اللي اخترعوا الكسور العشريه. هم اللي اخترعوا الكسور العشريه. وطبعا انا قلت قبل كده في مفهوم الديانه في مصر القديمه، قلت ان انا عندي حورس له عين اسمها عين حورس، وعين تانية اسمها عين أمون. عين حورس دي اسمها عين الوجات. عين الوجات. وعين الوجات هي عين المكاييل والموازين، بمعنى ان انا يعني هبدأ احسب الكسور بناء على ان هو قسمها لي الى كسور الربع والنص والتلات ارباع والخمس إلى آخر تلك الأجزاء، وعبر عنها في عين حورس اللي قدرت إنها تنقل لي مفهوم المصري القديم عن الكسور العشرية.